عمرك حسيت انك كل يوم بتقول هعملها بكرة، ولما يجي بكرة تقول بعده؟ الصدمة هنا ان التسويف مش بس بيضيع وقتك، ده ممكن يضيع عمرك كله من غير ما تحس. كمل معايا الفيديو للآخر عشان هقولك ازاي تحل المشكلة دي. المشكلة هنا ان المخ بيضحك علينا، بيديك احساس انك مرتاح دلوقتي لما تأجل الحاجة، بس بعدين يسيبك متوتر وحاسس بالذنب. يعني بدل ما ترتاح انت كده بتعاقب نفسك. طيب ازاي نبطل تأجيل؟ في قاعدة بسيطة اسمها قاعدة الدقيقتين. أي حاجة هتاخد أقل من دقيقتين اعملها دلوقتي حالا، والحاجات الكبيرة قسمها لخطوات صغيرة وابدأ بأول خطوة بس. بص، عمرك مش هيقف يستناك، كل يوم بتأجله هو يوم ضاع من عمرك مش هيرجع. ابدأ بالخطوة اللي قدامك حتى لو صغيرة، لأن السر مش في إنك تعمل حاجة كاملة، السر في إنك تستمر. جرب تعمل حاجة بسيطة النهاردة حتى لو 5 دقايق بس، هتتفاجئ قد إيه ده بيغير حياتك على المدى الطويل. وعايزك تكتب لي رأيك في التعليقات. ايه اول خطوة صغيرة ممكن تبدأ بيها دلوقتي وتكسر بيها دايرة التأجيل دي؟ وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. سلام.